سريعه ويا ريت حضراتكم بس يعني الاجابه نعم يرفع ايده. عايز اسال حضراتكم هل في بعضكم بتحس ان هو مرهق واحيانا ما عندوش طاقه ومش قادر حتى يقوم من السرير؟ طيب انا لسه ببدا. هل بعضكم بيحس انه عنده حاجه بنقول عليها انتحار اجتماعي، بمعنى مش طايق يشوف ناس، لا عايز يحضر لا فرح ولا عزاء، لو حتى اتكلم مع حد انا لسه ما كملتش. السؤال الثالث، احيانا بيجي لك احساس بالغباء او بالاستغباء، بمعنى مش عارف تفهم ولا قادر تفهم. انا هخلص الاسئله وامشي. حد بيحس انه بيجيله احيانا حالات من فقدان الذاكره المؤقت وعدم التركيز؟ حد بيجيله اوجاع غير مبرره طبيا، بمعنى احيانا وجع في الرقبه وفي اسفل الظهر؟ تمام، جميل. حد هنا حاسس انه بيدمن يا اما تلفزيون يا موبايل يا فيسبوك يا تويتر؟ تمام. طيب انا عايزكم تهنوا نفسكم كلكم تسقفوا، دي اعراض الاكتئاب. مبروك يا جماعه. في اخر 8 اعراض يمكن في منها برضه انك عندك تفاوت في الحاله المزاجيه. دي اخر حاجه طلعتها كولومبيا ستيت يونيفرسيتي اللي انا بنتمي اليها لاعراض الاكتئاب، او مصاحبه برضه الضغط عصبي. تمام؟ اغلب دلوقتي داخلين على احصائيه بتقول 64% من الناس عندها اكتئاب. الجديد في موضوع الاكتئاب دلوقتي وهي حاله من سيل من الافكار السلبيه اللي بيجي لك دون مبرر. عارفين الصوت اللي جواكم كده بيجي له حاجه محبطه غريبه جدا، يقول لك هتموت بدري، ما مالكش مستقبل، يا فاشل يا ضايع، ايا كانت. الناس بتضربك، انا مش طايق نفسي، انا مش عارفه انجح في حاجه. الصوت ده بيجي لك على طول. لقوا 63% من الناس عندها اعراض الاكتئاب. والجديد في الموضوع ان ابتدت تظهر بشكل قوي جدا. زمان كان الاكتئاب يمكن موجود عند الناس فوق ال 56 سنه لحد 75. النهارده احنا في زمن ووقت ان اغلبيه اللي عندهم اكتئاب دلوقتي شباب صغير. الفرق بين اعراض الاكتئاب لما بتظهر على الشباب عن غير كبار السن ان الشباب ما بيبانش عليهم قوي، يعني تلاقيه ماشي بيقضي حياته عادي، بيركب العربيه، بيذاكر، بيتعامل مع اصحابه، بيخرج، بيشرب، بيعمل كل حاجه، ولكن هو من داخله عنده اكتئاب. الاكتئاب في حد ذاته استنى ما اخلص شيء ايجابي. يعني اللي عنده الاعراض اللي انا قلت عليها دي انا عايزه يحمد ربنا، يقول الحمد لله. ليه؟ لان معناها قلبك لسه حي، حقيقتك نفسك بتقول لك اعمل حاجه بقى، انا مش قادر استحمل اكتر من كده. لكن لو انت ما عندكش دم هتكمل عادي، وفجاه هتطب، هيجي لك اعراض مرضيه حقيقيه، ديزيز بجد، تعمل تحليل تلاقي عندك سكر، كوليسترول، ضغط، ايا كانت الامراض الجسديه، واللي هي تبقى انت كشفت عن المرض بشكل متاخر جدا. خدوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى خلق الالم ده في صوره مرسال، رسول بيقول لك في حاجه غلط. فلو الالم جسدي اذا جسمك محتاج يتعالج، صداع يبقى في ضرس عايز يتعالج، مغص يبقى بطنك فيها حاجه بتاكل حاجه مش كويسه، عضل يبقى انت محتاج تلعب رياضه او تفك او تجبس او تلبس باندج او رباط ضاغط او تدهن حاجه. ايا كان نوع الالم، ايا كان اي الم سواء كان فسيولوجي او سيكولوجي بيقول لك رسول. فما ينفعش اجيب الرسول اهزمه او ما اسمعوش، اقول اهلا بالرسول وانت عايز تقول ايه؟
هو انا ليه عندي حاله من الكرفه او حاله من القرف العام او عندي كسل. ربنا ما خلقكش كسول، مفيش حد كسول باي نيتشر او بطبعه، ولكن ما لقاش الحاجه اللي تحفزه بالقدر الكافي، ومن ثم نفسه مسدود. فدي كانت مقدمه بسيطه. عايز اقول لك ان انت مش لوحدك. الاحاسيس اللي بتجيلك دي حاله انعدام الثقه، حاله انعدام الاهتمام، قله الحماس وما الى ذلك من بعض السلبيات او الخصائص السلبيه، انت مش لوحدك فيها. عايز اقول لك العالم كله بيشتكي، ولكن هتلاقي بالاخص الدول الناميه زي مصر او ما شابه فيها فقر، فيها تعليم مش قد كده، فيها مستوى معيشي مش قد كده، فيها زحمه، فيها مرور، فيها قرف، وما بالك في ثوره وتوابع ثوره وما الى اخره من احداث بتحصل حواليك بتزود الهم وبتزود ضعفك بثقتك بنفسك. فرحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فهون عليك نفسك، ما تصعبش عليك نفسك قوي. انت مش لوحدك، بس خلينا اديكوا بعض هنقول عليها ايه النصائح، الوقت لا يتسع. انا عايز استاذن بس المنظمين كل ربع ساعه يقولوا لي، بحيث ان يبقى المحاضره 4/4 يبقى عارف، عشان قبل المحاضره ما نقفلش مره واحده. انا ساعات بلغي وبنسى نفسي، فيضطروا يشدوني مع المسرح يعني. خلوني اقول لكم الرسمه دي ببساطه. هي يعني الالوان فيها والشكل ماهوش يعني ده مجرد حاجه كده يعني ديزاين. خلينا بس نركز على الثالوث اللي انا عايز اتكلم عليه ده، او ثلاثيه السلوك الانساني. علماء النفس احتاروا وما زالوا لسه ما فيش يقين عن مصادر السلوك الانساني. هو بيتصرف كده ليه؟ هو انا بتصرف كده ليه؟ ليه اللي انا بعمله ده؟ احيانا انا ببقى معترض عليه ولكن بتصرف. ناس كتيره نظريا في الحياه ممكن يجيبوا مجاميع تدخلوا الطب وهندسه مرتاح قوي، بمعنى ايه التصرف الامثل اللي اعمله كذا كذا. كم واحد فيكم عارف قيمه الاكل الصحي والرياضه؟ يرفع ايده. جميل. كم واحد بيلعب رياضه؟ هتلاقوا فيه زي ما قال ما بين الصح اللي انا عارفه نظريا وبين اللي انا بعمله فعلا. ليه؟ لان عوامل السلوك الانساني مش مجرد اللي انت عارفه نظريا. تعالوا نتعرف عليهم كده سريعا، بعدين نتكلم على 3 خصائص انا عايز انوه عنهم، هو دول اللي يعني لو قدرنا نتحلى بيهم يكون شيء جميل قوي. وانا في نهايه المحاضره ممكن اقول لكم على لينكس او اقول لكم على حاجات في اليوتيوب انا كنت عملتها ممكن تستكمل بيها لو عايز تستفيد في الموضوع ده. اول عنصر بيساهم في سلوكك هو عنصر الطبع.